السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل جماهير وعشاق الكرة في مصر. أهلا وسهلا بكم. لو أول مرة تشوفني دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. فيديو النهاردة عن نادي الزمالك والتحكيم المصري. من يوم ما وعينا على الكورة وبدأنا نشوف فكرة الأهلي والزمالك، أنا واحد من الناس شجعت الأهلي، لكن من ساعة ما وعيت على فكرة الأهلي والزمالك لقيت الزملكاوية معظمهم كلهم بيتكلموا عن حاجة واحدة بس، وهي نظرية المؤامرة. نظرية ان التحكيم المصري جاي عليهم دايما. اي حكم مصري موجود مع الاهلي ومش موجود مع الزمالك، دي النظرية اللي هيحاول يصدرها لك. اي واحد زملكاوي هتقابله وتبدأ تناقشه هتلاقي رقم واحد بالنسبة له ان هو عايز يصدر لك ان الاهلي نادي الدولة وان الزمالك بيعاني من نظرية المؤامرة. وده غلط تماما تماما. ابسط دليل اللي بيحصل اليومين دول واللي حصل امبارح واول من 4 ايام الزمالك بعت لاتحاد الكورة جواب رسمي بيطلب فيه حكم اجنبي لمباراة سيراميكا، المباراة الاخيرة في مباراة الجولة الاخيرة في الدوري المصري، لان المباراة دي الزمالك يحتاج فيها نقطة واحدة علشان يتوج بالدوري رسميا. حلو. حلو الكلام. هقول يا عم اللي انت خايف من التحكيم المصري اللي هو من اول مباراة في الدوري المصري موجه لك اصلا. من اول مباراة في الدوري المصري ولجنة الحكام موجبة معاك لحد اخر ماتش انت لعبته. الزمالك الماتشين الوحيدين اللي لعبهم في الدوري المصري بحكام اجانب خسرهم، هما ماتشين النادي الاهلي، والنادي الاهلي هو اللي كان طالب حكام اجانب في الماتشين. الزمالك بعد ما طلب حكام اجانب اتحاد الكورة بعت له خطاب امبارح بيقول له حول ال70,000 دولار علشان اجيب لك الحكم قبل ما المدة تخلص، لان المدة اللي اتحاد الكورة بيسمح بيها لاي نادي ان هو يطلب حكم اجنبي 10 ايام قبل المباراة. الزمالك يعمل ايه بقى؟ الزمالك يرد على اتحاد الكورة ويقول لهم هو ده رد اتحاد الكورة يا صاحبي والله. هو ده رد الزمالك قصدي على اتحاد الكورة. ازاي نادي كبير بحجم نادي الزمالك يبعت جواب رسمي لاتحاد الكورة بيطلب فيه حكم اجنبي لمباراة، وبعد ما اتحاد الكورة يبعت يقول لك حول لي الفلوس يكون ردك ان انت ما تردش على اتحاد الكورة؟ ازاي؟ يبقى انت عايز ايه؟ انت عايز حكم مصري. طب الكلام ده جه بعد ايه؟ جه بعد ما احمد الخضري اعلامي من اعلاميين نادي الزمالك طلع في برنامج في برنامج تلفزيوني وبيقول هو ليه الزمالك طلب تحكيم اجنبي؟ التحكيم المصري افضل من التحكيم الاجنبي للزمالك، خصوصا في مباراة التتويج بالدوري اللي هي مباراة سيراميكا. الكل اتفاجئ، انت ليه يا عم بتقول كده؟ ما هو لازم يقول كده. التحكيم المصري في صالح الزمالك، التحكيم الاجنبي اكيد قطعا لا. اكيد طبعا ما هوش في صالح الزمالك. ومش عايز اقول لك الزمالك لو لعب الماتش ده بتحكيم اجنبي هيكسب بصعوبة جدا جدا لو كسب، وهيتعادل بصعوبة جدا لو تعادل. يعني احتمال كبير يخسر، وساعتها هيبقى فقد لقب الدوري. علشان كده الزمالك بعد ما طلب حكام اجانب قعد ما بينه وما بين نفسه، الاداره قعدت مع نفسها قالت الله احنا هنخسر الدوري بنفسنا. الناس عاملين معانا احلى واجب، اتحاد الكوره عامل معانا فوق الصح وزياده، نقوم احنا نزعله مننا ونطلب حكم اجنبي؟ انا اول مره في حياتي اشوف لجنة حكام في اي بلد في العالم، ما شفتهاش ابدا، لجنة حكام بتعين حكم لفرقة وبعدها بماتشين بتعين نفس الحكم. بعدها بماتشين بتعين نفس الحكم لنفس الفرقة بنفس حكم الفار. بنفس حكم الفار محمد الغازي، الحكم اللي حكم ماتش الزمالك وبيراميدز، وبالمناسبة كان سبب في فوز الزمالك على بيراميدز في الدقيقة 83، يعني في وقت حرج من المباراة، وما حسبش ضربة جزاء لبيراميدز. كان سبب في حصول الزمالك 3 نقط فرقوا معاه في ترتيب الدوري. يعني لو الزمالك خد الدوري يبقى الحكم ده كان سبب من أسباب فوز الزمالك بالدوري. حلو الكلام. مين اللي كان قاعد على الفار؟ محمد الشناوي. اركن دول على جنب. الزمالك لعب بعدها ماتش انبي اللي كان بيحكم له محمود ناجي،
ولعب بعدها ماتش الزمالك اللي كان بيحكم له تحكيم اجنبي. لعب بعدها ماتش سموحة محمد الغازي. ايه ده بقى؟ ايه اللغز ده؟ يعني يعتبر انت لو شلت ماتش الاهلي اللي هو بتحكيم اجنبي وجبت ماتش انبي بس، فهيبقى ان هو حكم، هو وحكم الفار الاتنين مع بعض حكموا ماتش الزمالك وبيراميدز، وبعدين ماتش انبي اللي حكمه محمود ناجي، وهم راحوا حكموا ماتش سموحة لنفس الفرقة. ايه المغزى من الموضوع؟ ملهاش غير حاجة واحدة بس، وهي ان الزمالك لازم يكسب علشان الزمالك لازم ياخد الدوري. يا باشا اتحاد الكورة 99% من الناس اللي فيه زملكاوية وبيعلنوا عادي كده ان زملكاويتهم عادي. عادي. عمرو الجنايني واحد كان من ضمن الناس اللي ماسكة اتحاد الكورة، كان رئيس اتحاد الكورة، وكان بيجامل الزمالك وبيجي على الاهلي، وهو اللي خبى الجواب بتاع نهائي افريقيا، واخد لي بالك. ولو تشوفوا اليومين دول تلاقيه قاعد في المدرجات اول واحد في جماهير الزمالك، وهي اول ما تكون يجي وتلاقيه بيتنطط من عشاق الزمالك، وكان ماسك اتحاد الكورة وكان مبهدل الاهلي، ورغم ذلك الاهلي كان بياخد بطولات رغما عنه. فين بقى نظرية المؤامرة اللي الزمالك بيعاني منها؟ فين نظرية المؤامرة اللي الزمالك بيعاني منها؟ ماتشات الدور التاني او ماتشات مباريات تحديد البطل، الاهلي اتعادل مع سيراميكا وله ضربة جزاء في اخر ثانية في المباراة. محمود وفا، محمود وفا اللي ما حسبهاش، اللي ما عندوش ضمير، محمود وفا ما حسبهاش. فقد الاهلي نقطتين مهمين جدا جدا. كانت اول مباراة، كانت اول مباراة في الدور الثاني، اول مباراة في مباريات تحديد البطل. على الجانب الثاني الزمالك قدام بيراميدز بيتعين له محمد الغازي وبيكسبوا 3 نقاط مهمين. طب انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه اللي انا اخسر نقطة؟ يا عم انا وحش فنيا، انا هشوف فرقتي. انا وحش فنيا، انا هشوف فرقتي ناقصها ايه، ناقصها مهاجم، ناقصها صفقات، غرفة ملابس، مش عارف ايه، هعمل لفرقتي الصالح. انا وحش، ايوه انا وحش فنيا، بس اديني حقي. ادي للمنافس حقه، ما تدلوش اكتر من حقه. صح ولا انا غلطان؟ اكيد صح. ما هو انا وحش بس اديني حقي في الملعب. ما هي دي من ضمن اساسيات المنافسة. انا حلو ووحش، المهم اللي انا نافس، المهم اللي انا نافس. طب انا وحش وبحاول انافس، لكن التحكيم عمال يحاول يعطلني يعطلني يعطلني، وفي نفس الوقت هو مش سايب المنافس بتاعي يمشي لوحده، هو بيزقه لفوق. يبقى فين نظرية المؤامرة اللي على الزمالك؟ فين التحكيم اللي لصالح الاهلي؟ فين اللي هو الاهلي نادي الدولة؟ احنا مش عايزين الزملكاويه من هنا رايح يتكلموا عن التحكيم تاني. خلاص، ده انت اكدتها وبصمت عليها يا اخي، وادارتك هي اللي عملت كده. ادارة الزمالك هي اللي عملت كده. ادارة الزمالك بعد ما طلبت تحكيم اجنبي للماتش اللي جاي اللي هو اخر ماتش في الدوري، ترجع ما تدفعش الفلوس علشان التحكيم يبقى تحكيم مصري؟ ما هو خد بالك، طالما هو ما دفعش فلوس الحكم الاجنبي هيتم اللجوء لحكم مصر تلقائيا. هو هيجيب لك، هو هيدفع لك هو الفلوس؟ هو اتحاد الكورة هيدفع لك الفلوس؟ اكيد لا. اصل طلع كلام اتحاد الكورة هيدفع ال70,000 دولار وهيخصمهم من الكونفدرالية، مكافأة الكونفدرالية لو الزمالك كسبها. طب هو اتحاد الكورة ضامن ان الزمالك يكسب الكونفدرالية؟ طب ما هو ممكن الزمالك يجي بعد كده يقول له انت بتخصمها ليه، انا ما بعتلكش فلوس. مفيش ظلم للزمالك، الزمالك بيتم مجاملته من جميع الجهات، من اتحاد الكورة، من لجنة الحكام، ورغم ذلك الاهلي مخلي المنافسة للجولة الاخيرة رغم سوء مستوى الاهلي، ورغم ان الاهلي بيتحارب من التحكيم ومن اتحاد الكورة، الى انه قادر يخلي جولة الحسم هي الجولة الاخيرة. انما الاهلي لما بيحب يحسم الدوري بجد بيحسمه بفرق 20 بونت، وانت اكتر واحد عارف يا زمالك. سلام.